الفنانة القديرة عبلة كامل راحت علشان تزور شمس البارودي اللي بتعيش حالة من الحزن والصدمة. مش هتصدقوا ايه اللي حصل. وكمان شمس البارودي قالت لها ايه عن تفاصيل اللحظات الأخيرة اللي حدثت للفنان حسن يوسف قبل وفاته. ايه آخر طلب كمان قاله، آخر كلمات نطق بيها، ايه سبب الوفاة الحقيقي. كل ده والحوار ما دار ما بين الفنانة عبلة كامل اللي بعيدة تماما عن الأضواء، لكن كانت مصممة تقدم واجب العزاء للفنانة شمس البارودي في الفنان حسن يوسف، وبعيدا عن كل الأضواء إنها تحضر تشييع الجثمان أو حتى تحضر العزاء اللي هيقام يوم السبت. طبعا قالت خلاص أنا هروح أزورها في بيتها واطمن عليها، خصوصا بعد الأنباء اللي تصدرت كل مواقع السوشيال ميديا إنها حزينة، فقدت ابنها وزوجها في أقل من عام. والموضوع ده طبعا مؤثر جدا على نفسيتها، بالرغم ان الكل شافها متماسكة الى حد ما اثناء تشييع الجثمان، ولكن هي راضية وكانت طول الوقت بتقول الحمد لله. لما فاقت وحست ان هو مش جنبها، دخلت في حالة من الانهيار المتواصل بعد فقدان ورحيل الفنان حسن يوسف عن عمر ناهز 92 عام. ولكن ما حدث ان الفنانة عبلة كامل راحت تزورها في بيتها، وكالعادة طبعا الكاميرات كلها مراقبة أو يعني بترصد كل ما يحدث أمام منزل الفنان حسن يوسف من وقت وفاته. الفنانة عبلة كامل كانت في البداية تماما رافضة التصوير، وقالت أنا بعدت عن الوسط الفني بكل ما فيه، ولكن الفنان حسن يوسف إنسان عزيز عليا، ودايما كان بيكلمني قبل وفاته، خصوصا من بعد وفاة ابنه. كنت بطمن عليه هو وشمس، ودايما بسألهم عاملين ايه، لأن موضوع وفاة ابنه خلاه يحس إن هو مش موجود في الدنيا. كان بيتمنى الوفاة فعلا، كان بيقول أنا عايز أروح عند حبيبي، ابني اللي رحل ده خلى الدنيا ملهاش أي طعم. فأصرت تروح لشمس البارودي، لكن وقت ما شمس البارودي شافتها اترمت في حضنها وبكت بكاء غير طبيعي وهستيري. حاولت طبعا الفنانة عبلة كامل تهديها وتقول لها لكل أجل كتاب، وهو كان اعتزل وخلاص، خاتمته كانت جميلة. وده اللي أكدته الفنانة شمس البارودي لما قالت إن آخر حاجة طلبها كان قاعد في أوضته ماسك المصحف وكان بيختم خلاص الليلة دي القرآن. هو كان متعود كل جمعة بيختم القرآن الكريم، كان خلاص بيختم القرآن. قال لها عايز أشرب مية، وفضل يتشاهد كتير قوي ويتكلموا مع بعض، وبعد كده قال لها هنام. أول لما راحت تصحيه خلاص كان رحل وتوفى على طول في نفس اليوم ده. قالت ما كانش تعبان وما كانش مريض وما اشتكاش أبدا من أي تعب، تعبه كان مجرد تعب نفسي. ودي كانت آخر كلماته، وده كان سبب وفاته اللي تم الإعلان عنه فعلا في مقابلة مع الفنانة المحترمة الجميلة عبلة كامل اللي بعدت عن الأضواء والسوشيال ميديا، وحاليا ما بتقولش غير إن الوسط الفني البعد عنه طهارة ونظافة، إن الحاجة اللي بنعملها للأسف بتكون سيرة ويعني مسيرة بتكون قاسية على الإنسان، لأن احنا بنتعرض لمواقف وحشة قوي في الوسط الفني، وبيكون أعمالنا هي السيئة الجارية لينا. فإن احنا نعمل خير ونبعد عن ده، ده الحاجة والملجأ الوحيد اللي أنا استفدته في حياتي. الفنان